تخيل تبقى رايح تركب سفينة انت والناس اللي معاك، وفجأة تلاقي في شخص غريب واقف على الشاطئ بيقول لكم ان السفينة دي هتهلك وهتتعرض للعنة وهتغرق. القصة اللي انا هكلمك عنها النهاردة هي قصة الشيطان والمياه المظلمة لكاتب اسمه ستيوارت تورتون. القصة دي انا ليه اخترت ان انا اتكلم عنها مبدئيا كرواية في يوم العيد؟ اول حاجه كل عام وانت طيب يا صديقي، واهلا وسهلا بيك لو انت بتشوفني اول مره، ولو انت من اللي متابعيني دايما ومشترك في القناه انا مبسوط جدا بان انت مكمل معايا. ليه انا اخترت اتكلم عن الروايه؟ لان زي ما انت شفت في البايو كده بتاع القناه، انا بحب فكره الحدوته بشكل عام. مش هكدب بقول لك ان انا اندمجتش الفتره اللي فاتت في قصه الجرايم وابتديت اتكلم عنها بشكل خاص، ولكن مش حابب يوم العيد كمان اكلمك عن جريمه وعن تحقيقات وقتل ودم والكلام ده كله. خلينا النهارده نرفه عن نفسنا ونتكلم شويه براحتنا. كده كده انا مش كاتب سكريبت للحلقه، فالكلام اللي طالع مني ده هيبقى طالع عن تجربه شخصيه من قرايتي للروايه. فكمل معايا الحلقه للاخر علشان لو انت بتحب القرايه ابقى اديتك خبره شويه عن القصه دي فتروح تقراها لو انت ما قريتهاش قبل كده، ولو انت ما بتحبش القرايه مين عارف يمكن تحب الموضوع وتقرر انت كمان تجرب. بعد الانترو هنشوف قصه الشيطان والمياه المظلمه. بس ما تنساش زي ما بقول كل مره، ما تخليش العيد او الاحداث اللي حوالين مننا كلنا في حياتنا الشخصيه تنسيك ان انت تدعي لاخواتك المسلمين في فلسطين وفي السودان وفي كل مكان في العالم. اسال الله ان احنا في يوم من الايام نقدر نساعدهم ونساندهم بشيء اكتر من الدعاء. طبعا الدعاء مش بننكر ان هو حاجه قويه جدا، ولكن بتمنى ان احنا نبقى بنقدر نعمل اكتر من كده كمان ليهم. بعد الانترو نشوف القصه فيها. صديقي متصنفة على ان هي خيال علمي. في بعض الحاجات في القصة حقيقية وكلنا نعرفها وموجودة لحد دلوقتي في زماننا، زي اسامي بعض الدول وزي العدد بتاع السنين اللي هنتكلم عنه وزي الكلام ده كله. مبدئيا هي عدد صفحاتها 670 صفحة. هتقول لي يا اسلام انت في عين العالم كانت 1000 وحاجة صفحة ودلوقتي 670. انا مش متعمد ان انا اجيب لك الحاجات اللي صفحاتها عالية، وهفاجئك واقول لك ان انا ما بعرفش عدد الصفحات لما بيشدني كتاب او رواية. انا بكل بساطه شفت حاجه عجبتني بدخل اقراها وتيجي بقى زي ما تيجي، يعني 1000 صفحه 600 صفحه 300 صفحه صفحه واحده مش مهم، المهم ان طالما عجبتني بقراها وبحاول اخلصها للنهايه. فارجع للقصه تاني، زي ما قلت لك هي 670 صفحه بتدور احداثها في سنه 1640، بس كده كده هي في 1600، ولكن في بعض التقنيات اللي بيتم استخدامها في الزمن ده اكيد جدا ما تناسبش الزمن ده. المهم ان المشهد الاول بيكون في باتافيا، ودي منطقه موجوده في الهند على ساحل البحر. بيقرر هنا واحد اسمه ارنت هيز، وده الحارس اللي هو بتاع شخص تاني اسمه صامويل. صامويل ده المفروض انه محقق من اشهر المحققين في المدينه دي، ولكن فجاه اتقلب عليه البطل الاساسي للروايه اللي هو اسمه الحاكم العام اسمه يان هان، وقرر ان هو يطلب من ارنت ان هو يحطه في السجن علشان هيتم تسليمه بعد ما يوصلوا لامستردام لناس اسمهم السادة ال17. القصة المفروض ان هي بتتكلم عن الحاكم العام اللي هو موجود في مدينة باتافيا، واللي هم بيتاجروا في التوابل، دي اشهر تجارة هم بيتاجروا فيها، وانه هدفه انه يروح من باتافيا لحد امستردام في هولندا علشان يسلم حاجه اسمها الغنيمه لناس اسمهم الساده ال17. والناس دول المفروض ان هم سلطه اكبر او اعلى في الشركه، وهو هدفه ان هو ينضم لهم لما يسلمهم الغنيمه دي. الغنيمه دي المفروض ان هي عباره عن حاجه زي جهاز جي بي اس تم اختراعه في الزمن ده من قبل بنت الحاكم العام، واللي كان دايما بيشوف انه ما ينفعش يخليها تظهر للعامه، لان في الوقت ده كان اي حد شاطر او عالم او بيعرف يفكر او يخترع الناس كانوا بيعتبروه انه ساحر، لان اصلا الروايه بتدور في فكره زمن منتشر فيه السحره وصائدي السحره او صائدي الساحرات بمعنى اصح. فالحاكم العام كان مخبي بنته من الناس ومش بيخليها ان هي تظهر، وفي المقابل هي كانت شاطره جدا ونابغه في العلوم، فقررت ان هي تخترع حاجه معينه، وفعلا قدرت ان هي تخترع حاجه اسمها الغنيمه، اللي بالنسبه له طبعا جهاز تحديد المواقع او الجي بي اس في الزمن ده هيبقى حاجه جامده جدا، لان كل التجاره والسفن هتقدر تبص على الخريطه وتعرف اماكن الكنوز بمنتهى السهوله، وتقدر كمان تعرف الاماكن اللي تقدر بيها تقفل على عدوهم او تحارب دوله او تقفل على دوله. قصه كبيره جدا في الزمن ده. فالمهم اكمل لك ان هم هنا وفي بدايه القصه وهم واقفين على الشاطئ وخلاص هيركبوا السفينه، بيظهر شخص اسمه المجزوم واللي اسمه الحقيقي بوسي. الشخص ده بيقول لهم ان السفينه هتتدمر وهتهلك وكل اللي عليها هيموتوا بسبب لعنه معينه، وفجاه النار بتمسك في الهدوم بتاعه الراجل ده وبتحرقه وبيموت. علشان تقرر هنا زوجة الحاكم العام اللي اسمها سارة ان هي تطلب من الحارس اللي اسمه ارنت انه يدفع فلوس لحد علشان يدفن الراجل ده.
وبكل بساطه بينفذ ارنت اللي هي طلبته منه، ولكن في المقابل هي بتوشوشه وبتقول له انا بطلب منك ان انت تحقق في الكلام اللي الراجل ده قاله، واحنا على متن السفينه لاحسن السفينه تغرق بينا ومن الحش ان احنا نوصل لحد المكان اللي احنا عايزين نروح. لما بيركبوا السفينه بتبدا احداث كتير تحصل غريبه ومريبه للسفينه. اول حدث غريب بيحصل هو ان المجذوم بيبتدي يظهر في الاوضه الخاصه بساره زوجة الحاكم العام. هتقول لي هي مش قاعده مع زوجها في نفس الاوضه؟ لا، هو قاعد في اوضه وهي قاعده في اوضه، لان الحاكم العام طالع هنا شخص متعجرف، شخص فاسد، شخص ما بيحبش الا نفسه. هو ما يفرقش معاه ان زوجته تبقى موجوده معاه في اوضته او لا، هي مجرد واجهه اجتماعيه. وبقى انا عارف ان الحته دي مربكه شويه، بس عادي، خيال بقى، فاهم، خيال علمي يعني، اللي خلاك صدقت ان في GPS في 1600 عادي يعني. المهم ان دي كانت اول حاجه ظهرت على السفينه، اللي هو الراجل اللي مجزوم ده اللي المفروض ان هو مات وظهر. ابتدت الناس لما تسال على الشخص ده، البحاره اللي كانوا موجودين معاه، ويسالوا هو المجزوم ده ايه قصته او كده، يكتشفوا حاجه مريبه جدا، هو انه اولا كان عنده رجل بيعرج بيها، يعني ما كانش منطقي انه يطلع يقف فوق مكان عالي ويتكلم مع الناس قبل ما السفينه تطلع، وان لسانه المفروض مقطوع، فازاي هو اتكلم وقال اللي قاله ده؟ فهنا يبتدوا يحسوا ان في حاجه غريبه. لكن مجرد ما يتفرد الشراع بتاع السفينه تظهر عليه علامه عباره عن عين ليها ديل. العلامه دي كانت بتشبه علامه يعني خاصه بجرح قديم على ايد الحارس اللي اسمه ارنت هيز. ارنت لما شاف العلامه دي اتخض جدا، لان هي فكرته بحاجه قديمه حصلت له زمان لما كان مع ابوه في الغابه وطلعوا عليه ناس قتلوا ابوه، وبعد 3 ايام فاق من المكان اللي هو فيه وقدر انه يرجع لبيته. ولكن لحد اللحظه دي هو ما كانش قادر يفتكر ايه بالظبط اللي حصل لابوه، وايه سبب الندبه الغريبه اللي شبه العلامه دي وموجوده على دراعه من زمان. ولكن عمه كان دايما بينصحه ويقول له ما تحكيش الماضي لحد، وجده كمان كان بيقول له نفس الكلام، لان نبش الماضي ده حاجه مش كويسه. هو كده ما كانش عايزه ينبش الماضي، لان هو ليه علاقه بالماضي ده هو وجده. بالمناسبه الحاكم العام ما كانش عم ارنت بالنسب او بالدم، هو كان عمه بس ان هو حد كان يعني بيربيه من بعد الجد اللي هو كان متبني الولد ده بعد المشاكل اللي حصلت لابوه، لكنهم ما كانوش قرايب بيه الدم. المهم اكمل لك يا صديقي ان هو بعد كده قدر ان هو يحقق في الموضوع، لكن ما كانش عارف يعمل ايه وما كانش عارف يبدا منين، لانه طول حياته متعود على الحروب والدمار والقتل والكلام ده كله، هو محارب مش محقق. فقرر هنا انه يلجأ لصديقه اللي معاه اللي هو يعتبر السجان بتاعه اللي اسمه صامويل علشان يساعده. صامويل بيبتدي يقول له على بعض الخطوات هو وساره ان هم يقدروا يحاولوا يعملوها، وبتبتدي توريك القصه جانب تاني مع الخيال العلمي ده، جانب رومانسي شويه، ان بتبتدي تنشأ رابطه حب ما بين ساره وما بين ارنت اللي المفروض ان هو ابن اخو الحاكم العام. انا زي ما قلت لك ان هو مش ابن اخوه بالنسب، فبالتالي ده مش عمه ودي مش مرات عمه. المهم ان بيبتدوا يحققوا على مدار الايام اللي هم موجودين فيها. الاسطول بتاع السفن ده بيبقى المفروض ان هو 7 سفن، ولكن بتبتدي تظهر لهم مع الوقت سفينه تامنه المفروض ان هي مش تبعهم، ومع كل مره بتظهر فيها السفينه دي بتحصل حاجه غريبه على متن السفينه الاصليه اللي هم فيها، واللي بالمناسبه اسمها سفينه ساردام. سفينه ساردام بيحصل فيها اول مره ان الحاجه دي تظهر، او السفينه التامنه دي لما بتظهر المواشي بتموت في ساردام، وبعدين السفينه دي بتختفي، والمره اللي بعدها لما بتظهر السفينه دي برضو بيبتدي يحصل احداث غريبه. المهم ان القصه كلها بتبتدي تخليهم كلهم يروحوا ناحيه فكره ان في واحد اسمه توم العجوز هو اللي بيلاحق السفينه. بعد ما ارنت رجع من موضوع ابوه وهو صغير، الناس اتهموه ان هو ساحر وان هو السبب في موت ابوه، وعلشان يثبت للناس ان هو ما عملش كده بدا ان هو يحاول يحكي لهم، ولكن ما حدش صدقه، كانوا بيتجنبوه. فقرر هنا انه يعمل انتقام طفولي جدا، وهو انه هو صغير كان في القريه بتاعته واحد شحات اسمه توم العجوز. الراجل ده كان دايما بيبقى قاعد في السوق بتاع القريه وكده، وكان راجل غلبان وبيشحت والكلام ده كله. فيبدا ارنت انه كل يوم يرسم بالليل على بيت من البيوت علامه العين والديل ده، ويشير ان في واحد ساحر او شرير او شيطان متمثل في شخص موجود في القريه دي. ومع الوقت بدات اللعبه تعجبه، انه كل يوم بيرسم الرسمه دي بالليل، تاني يوم الناس بتعتبر ان صاحب البيت ده شخص ملعون فبيطردوه، لحد ما الناس في يوم من الايام قعدوا يضربوا في توم العجوز ده وطردوه بره القريه، واحتفلوا بان هم كده طردوا الشيطان. علشان يكتشف فيما بعد لما يقول للحاكم العام على العلامه دي، ان هو يقول له ان توم العجوز ده شيطان كان موجود زمان، وكان دايما بيعمل صفقات مع اي حد بانه بيهمس في ودنه، بانه عايز يعمل له خدمه معينه، ومقابل الخدمه دي هيخليه يحقق له اي حاجه هو بيتمناها. وهنا بتبدا ان القصه تاخدك في سكه ان طول الوقت اللي بيدور الاحداث دي هو توم العجوز، او هو الشيطان اللي المفروض همس في ودن حد موجود على السفينه علشان يبتدي يخرب فيها ويدمر فيها. والقصه دي القصه دي بالنسبه لي عجبتني، لان هي بتنقلك من مشهد لمشهد ومن فصل لفصل لحاجات انت ممكن تبقى معتقد ان ايه ده، هو انا
انت ممكن تبقى في لحظه مش فاهم الموضوع بيدور على ايه، بس انت مصمم تكمل عشان انت عايز تفهم، انت مش متلخبط، انت مشدود للغموض اللي موجود في القصه دي كلها، لحد ما هم في النهايه السفينه طبعا بيحصل على متنها حاجات كتير مدمره، وفي احد الكهنه اللي بيموتوا على متن السفينه دي بيبقى معاه كتاب، الكتاب ده موجود فيه اللعنات الخاصه بيه كل الحاجات والكيانات الغريبه، ومن ضمنهم توم العجوز. واللي بيتفاجئوا فيما بعد ان في حد على السفينه، الحد ده ما كانش عايز يخرج من الاوضه بتاعته خالص، وبيكتشفوا انه كان معاه كتاب، الكتاب فيه كل صفحه من الصفحات بتاعته حدث من الاحداث اللي حصلت، من اول بقى المجزوم اللي على الشاطئ لحد السفينه وظهور العلامه، لحد المواشي اللي ماتت، لحد الاسطول اللي كان فيه سفينه زياده وعماله تظهر وتختفي. بس في النهايه يا صديقي لما تقرا القصه دي هتكتشف ان في مفاجاه كبيره جدا في النهايه. المهم ان انت لو قرات القصه دي هتكتشف مفاجاه كبيره جدا في النهايه، انا مش هحرقها لك زي ما قلت لك، ولكن عليك ان انت تكتشف المفاجاه لوحدك. دي كانت تجربتي مع القصه بتاعت الشيطان والمياه المظلمه. مش عارف انا وصلت لك القصه بالشكل الحلو ولا لا، بس اتمنى ان تكون حلقه عيد خفيفه، لاني ما كنتش عايز النهارده اكلمك عن جرايم ولا عن اي حاجه، وفي نفس الوقت ما حبيتش اطول عليك، وحبيت ان انا اطلع لك برضو بحاجه تفيدك فيما بعد. لو انت من عشاق زي ما قلت لك الروايات والخيال العلمي وبتحب القراءه، فاعتقد ان الحلقه دي هتكون مناسبه جدا لاصدقائي اللي بيحبوا القراءه. اتمنى اكون زي ما قلت لكم عملت حاجه رايقه بالنسبه لكم. اشوفكم الحلقه الجايه ان شاء الله على خير لو عشت وكان ليا عمر. ويعني اكتبوا لي في التعليقات رايكم، اكتبوا لي تحبوا ان احنا نتكلم عن مين، ولو اني كل مره بقول كده ده ما فيش حاجه بتحصل، بس تمام جدا ما عنديش اي مشكله، افضل اقول لكم لحد ما يعني تكتبوا بقى اللي انتوا عايزين. اشوفكم الحلقه الجايه على خير، شكرا ليكم، سلام.